كيفاش قدرت نحول هاد الجيم بوي ادفانس من هادي لهادي. السلام عليكم، معكم لوريكي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الحلقه فريده من نوعها حيت غادي يكون فيها واحد ترانسفورماسيون من شي حاجه قديمه او غادي نديروا لها واحد الابجريد او لا تحديث او غادي نردوا فيها الروح باش تعاود تلعب فيها من جديد. واللي زوين فيها ان اي واحد فيكم يقدر يديرها. المتطوعه ديالنا اللي هي الجيم بوي ادفانس اس بي. شوفي العمليه ان شاء الله دوز بخير وعلى خير وغادا تبوكسي. واللي ما كيعرفش جيم بوي ادفانس اس بي هي واحد الكونسول ديال نينتندو خرجاتها بالضبط في 2003 واللي ما دوش مع غير القليل. واليوم بمناسبه ان 20 عام داز على الاصدار ديالها قررت باش ندير لها واحد التحديث ديال 2023 واللي غادي يعجبكم بزاف. وحتى نتوما ما تنساوناش بواحد لايك واشتراك بالقناه وعلاش لا واحد الكومونتير على ود داك الالغوريثم الله يهديه من جهتنا وصافي. اول حاجه كما كتلاحظوا هاد الجيم بوي ادفانس شي شويه قديمه، دبرت عليها ب 200 درهم، هي شي شويه مكرفسه ولكن اهم حاجه انها خدامه وخدام فيها كلشي. واول حاجه غادي نديرو هي ندوزو لغرفه العمليات نطفيوها باش نديمونطيوها. بعد ما ديمونطينا كاع الاجزاء دابا غادي ندوزو للترانسفورماسيون ونبداوها بواحد الكيت اللي كومونديتو من علي اكسبريس واللي فيه واحد ليكرو اي بي اس 3.0 فيرسيون 5 واللي كتجينا بواحد لا ريزوليسيون ديال 720 على 480 في بلاصه القديمه اللي فيها غير 240 على 160. وحيت الكوك ديالو ديجا مكرفسه كيف ما قلت لكم في الاول، فراه اختاريت لي واحد الكوك جديده ديال سوبر نينتندو واللي غادي نبدلوها في بلاصه القديمه. تقامت عليا ليكرو هي وهاد الكوك ب 600 درهم. دونك ما بقات كتهمنا حتى شي حاجه من هادشي كامل من غير سبيكر، هاد جوج لعيبات، الباتري والمادر بورد. ودابا اجي نرجعو نكملوا عمليه تجميل لا تفيق لينا من البنج. ومن بعد ما سالينا من هذه العمليه الجراحيه اجي نفيقها من البنج. واول حاجه عجبتني هي الحله الجديده مع هذا الكوك ديال سوبر نينتندو. الصراحه صرعاتها، ولكن اللي رداتها هربانه هي هاد ليكرون اي بي اس اللي طلعت ليه النيفو بزاف. الوغ باش نعيشوا هاد التجربه الجديده مع هاد ليكرون اللي درنا واللي مخرجه لينا الالوان، شنو خاصنا العاب. داكشي دبرت على واحد الكاسيطه فيها 399 لعبه والكاباسيتي ديال هاد الكاسيطه فيها غير 2 ميغا. ايوا ندوزو باش نشوفوا هادشي كيخرج. هاد القضيه ما عرفها الا الجيل الذهبي. وإلا طلعت لينا د نينتندو كنعرفوا بان الكاسيطه راه خدامه. اول حاجه غادي ترد لها البال ان لي كولور كيبانوا حسن، الاضاءه واعره والصوره حتى هي واضحه وغادا تخليك تلعب مرتاح.
غير باش تكون في بالكم ان لي جيم بوي فاش كنا كنلعبوا فيهم كنا خاصنا ضروري ما نقلبوا على شي بوله باش يلا نشوفوا شنو كاين في الاكران. ومع ذلك واخا الجيم بوي ادفانس اس بي خرجت لينا بهذاك الضوء، ولكن راك شتو الاكسبيريونس ديالو في الاول راه لا علاقه. ومع ذلك في هذيك الوقيته راه كيبان لينا شي حاجه طوب. وباش نقرركم دابا اكثر نخليكم واحد المقارنه ما بين ليكرون الجديده والقديمه باش تشوفوا الفرق. وحيت عندنا ايكرون اي بي اس فراه الفيو انجل ديالها كتشوفها من جميع الجهات ومن جميع الزوايا، وحتى الغطاء ديالها كيجينا من الزاج باش ما يتكررش لك على سبه. ولا عقلتوا فاش كنا في غرفه العمليات سوديت واحد الكابل احمر، هذاك هو اللي كيخليك تتحكم في الاضاءه. ولا بقيتي مورك عليه فراه غادي يطلع لك واحد المنيو كاشي فين تقدر تبدل الالوان وحتى البيكسل على حسب الذوق واللعب ديالك. وبالزوين هاد ليكرون اللي عزلت لا فيرسيون 5 ان فيها واحد لوبسيون زايده نقولوا بحال تقول تاكتيل. هاد لوبسيون كامل اللي دويت لكم عليهم كتقدر غير بلي توش تحت من ليكرون تبدلهم. الحاجه اللي ما عجبتنيش هو هاد اللوغو ديال جيم بوي ادفانس ما كيبانش مطبوع مزيان ماشي بحال الاوريجينال، والصراحه ما كتقدرش تبدلو لان عندك هنايا جاجه، وكنتمنى في لي فيرسيون جداد يقادوا هاد القضيه. اما ما تبقى فراه كلشي ولا فيها زوين ولات واعره الصراحه وما فيها باس مره ترجع ذكريات الجيل الذهبي.